بمناسبة يوم السعادة العالمي أنا حابة أسأل سؤال واحد. هو العيال الصغيرة ما بتتبسطش ليه؟ ليه ولاد إخواتي ما بيتبسطوش؟ ليه؟ تبقى يا عيني دافع دم قلبك في خروجة ولا لعبة أنت مش فاهم أصلا هي إيه، وتلاقيهم برضو زهقانين وملانين، مع إنها هي نفس الوشوش البريئة اللي أقنعتك إن اللعبة دي أنت لو جبتها هم هيعيشوا في سعادة أبدية ما حصلتش، وهي فعلا ما حصلتش، ومفيش شكرا حتى. أنت هتروح وإحساس التقصير بيقطعك من جوه كده. سلام بقى بعد ما روحتوا باباهم ومامتهم يسألوهم هي اتبسطتوا؟ تلاقي إجابات حقيرة كأنك كنت مخرجهم في صحراء ليبيا مثلا. اتبسطنا شويه، ممكن الايباد بقى. بجد ده انا راجعه البيت بجنيه وربع يا جزم. يعني انا فاكره وانا ماينس 18 وانا راجعه من الخروجه مع بابا وماما ببقى حاسه بالذنب، اصل اكيد تعبوا او اكيد صرفوا كتير، وببقى ممتنه امتنان العالم ليه، واحنا اصلا رحنا اشترينا لعبه وكلنا ايس كريم وروحنا بس. فلما ادخل حياه الكبار برضو احس بالذنب والتقصير. وبعدين ولاد اخواتي كده عندهم استحقاق في الحياه اللي هو او فيا، يعني هو في عشم